لمناقشة أطوار ونشاهد هدف حسنية أكادير والمسجل بواسطة اللاعب بديع أوك في الدقيقة 29. لتحليل أطوار هذه المباراة والشوط الأول الذي مضى من هذا ديربي الجنوب يحضر معي في البلاطو التحليلي محلل قناة الرياضية عبد الواحد الشمامي. عبد الواحد مرحبا بك. مرحبا بالأخ عماد، مرحبا بالمشاهدين الكرام. عبد الواحد، ديربي الجنوب بين حسنية أكادير والكوكب المراكشي. هذا الأسبوع سنعيش ديربي كذلك ديربي البيضاء بين الرجاء والوداد، وعشنا ديربي الرباط بين الفتح والجيش الملكي. احنا شاهدنا القسم الأول من هذا الديربي، ديربي الجنوب بين حسنية أكادير والكوكب المراكشي، والذي أنهاه حسنية أكادير بهدف للصفر. أكيد يعني هذا أسبوع ديال الديربيات، الديربي ديال الجنوب والديربي ديال الرباط ولا ديال الدار البيضاء. في هذه المقابله هذه فتنعرفوا بانه لا الحسنيه ولا يعني الكوكب المراكشي في احسن حالاتهم، لانه حتى يعني التوازن او يعني هما بجوج يعني في نفس النقطه ب 12 نقطه، فتنظن بان المستوى متكافئ. تنعرفوا بانه دائما هذه المقابله تكون مقابله قويه، وبالفعل بانت يعني المبادره ديال حسنيه اكادير اللي معودنا دائما يعني يلعب للهجوم، فاكيد بانه يعني كنا تنتظروا بانه يكون حسنية أكادير اكثر هجوميا، وبالفعل يعني مارس واحد الضغط كبير على فريق الكوكب المراكشي. اكيد يعني تقنيا الشوط الاول شفنا يعني احتكار الكره من طرف حسنية أكادير اكثر بالنسبه مقارنه مع فريق الكوكب المراكشي. شفنا الحملات الهجوميه لفريق حسنية أكادير هي حملات منظمه، يعني هناك تجانس في الخطوط الثلاث للفريق، يعني خط الدفاع وخط الوسط وخط الهجوم. بالعكس فريق الكوكب المراكشي يعتمد خلال الشوط الاول على الحملات المضاده، وهذه الحملات اللي ربما كانت بغير الفعاليه المطلوبه من هذه الحملات. يعني شفنا خطوط يعني غير متجانسه بالنسبه لفريق الكوكب المراكشي. غير تجانسيه، ولكن ما ننساوش بانه رغم بانه فريق حسنية أكادير دائما يبادر الى الهجوم، فتنظن بانه ما كانش هناك محاولات كثيره بالنسبه للفريق حسنية أكادير، لانه فريق الكوكب المراكشي راجع للوراء، عارف كيفاش يتعامل مع المقابله، وتيعرف بانه اللاعبين ديال حسنية أكادير هما صراع لاعبين اللي ممكن يعني يديروا الخطوره على الحارس ديال الكوكب المراكشي. هذا تتبين بالفعل بانه كانوا هناك واحد ثلاثه ديال المحاولات ديال فريق حسنية أكادير، ودائما من الجهه اليسرى هي النقطه يعني اللي كانت يعني خطيره بالنسبه لفريق حسنية أكادير، على غرار يعني اللاعب اوك واللاعب البساطي. نعم، يعني فريقان خلال هذا المباراة دخلوها بمعنويات مرتفعة. فريق حسنية أكادير يعود بفوز ثمين من الرباط أمام الفتح الرباطي، والكوكب يطيح باتحاد طنجال. أكيد كان توقعوا يعني هذا الديربي، ديربي الجنوب، يكون ديربي حارق، وشفنا أن المبادرة كانت لفريق حسنية أكادير واستطاع يخرج من الشوط الأول متفوق بهدف للصفر. وكما قلت لك أنا في الأول يعني تتبين بأنه من خلال يعني المستوى اللي تظهروا به الفريقين بجوج، ومن ناحيه حتى الترتيب ديال الفريقين يعني في نفس الرتبه، يعني بفارق الاهداف 12 نقطه لكل فريق، راجعين الفريقين بجوج راجعين بفوز، بانه تتبين بانه غادا تكون مقابله قويه. هذا اولا الكوكب المراكشي في احسن حالاته مع المدرب الصحابي. لما اتى مدرب صحابي اصبحنا نرى الكوكب المراكشي يحصل على النتائج الايجابيه. فريق حسنية أكادير رغم انه عنده مشكل ديال الدفاع، ولكن دائما يسجل الاهداف. دائما نتكلم عن فريق حسنية أكادير منذ الموسم الماضي وكذلك الموسم الذي قبله، يعني فريق صاحب المعادله الصعبه، كيكون عنده اقوى هجوم وكذلك اقوى دفاع، اضعف دفاع. هذا الشيء اللي كاين حتى بالنسبه للفريقين بجوج. ففريق يعني فريق حسنية أكادير مسجل 13 هدف ومسجل عليه 15 هدف. فريق الكوكب المراكشي مسجل يعني واحد تقريبا اهداف مسجل عليه 12 بالنسبه للفريقين. فريقين بجوج يعني في